مرحبا ويا هلا فيكن من جديد. معي أنا فافو. فيديو اليوم رح نعمل سوا بانر أو شعار رمضان سهل وبسيط كتير، وبنفس الوقت رح تزيني فيه بيتك بالشهر الكريم. وكمان رح نعمل كرات التمر بطريقة صحية وبسيطة لتقدميها على الفطور أو السحور أو حتى مع القهوة بشكل جديد ومميز. خلونا نبدأ بالتفاصيل. لنعمل الشعار الرمضاني أو البانر رح يلزمنا بانر سادة ما في عليه أي كتابات. بتلاقي هيك شي بقسم الحفلات بالمولات. أنا اليوم رح استخدم بانر باللون الأبيض والذهبي. تذكري إنه لازم تاخدي قياس المكان يلي رح تلزقي عليه الحروف بمنتصف قطع البانر. بعدها اكتبي العبارة يلي بدك اياها على الكمبيوتر، مثل رمضان كريم أو شهر مبارك أو أي عبارة تانية. اختاري شكل الخط وقياس الحرف يلي بيناسب قطع البانر. اطبعيها وبعدها قصي الحروف لحتى تشيلي كل المساحات البيضاء من حواليهم، ولزقيهم على البانر بجلو أو غراء أو أي لاصق تاني متوفر عندك. فيكي تستخدمي حروف جاهزة أو فيكي تستخدمي هي طريقة الطباعة. دخلي قطع البانر بالحبل المخصص إلها، وفيكي تتحكمي بالمسافة يلي بين القطع، وهيك صارت جاهزة للتعليق. وبعد ما علقتها حبيت اخفي اطراف الحبل مثل ما شايفين. وكمان ضفت إضاءة ناعمة للبانر، لما بشغلها بالعتم كتير بتعطي جو حلو ودفى لرمضان. بتحسي بخصوصية هالشهر غير باقي أشهر السنة. بعد ما خلصنا البانر رح نعمل سوا كرات التمر. كتير سهل ويمي وما بياخد وقت كبير بالتحضير. استخدمت تقريبا 2 كوب تمر، نقعتهم بماء ساخن حوالي ربع ساعة. بعدها طالعتهم وفرمتهم على الفود بروسيسور. في انواع تمر ما بتحتاج، بكفي تدعكيهم بإيدك بعد النقع بالمي السخنة وبيمشي الحال. أنا التمر يلي عندي شوي قاسي لهيك استخدمت الفرامة. ضيفي معلقة كاكاو كبيرة ونص معلقة قرفة صغيرة واخلطيهم مع بعض. الكاكاو اختياري، إذا ما بتحبي فيكي تستغني عنه. أنا بحب نكهته مع التمر، أما القرفة فضروري تضيفيها. بعد ما نكهنا التمر شكليه كرات صغار، وحطي بكل كرة حبة لوز أو بندق أو أي مكسرات تانية انتي بتحبيها. ولاحظي اني استخدمت المعلقة المعيارية لحتى أحصل على كرات بنفس الحجم. نص الكرات غطيتهم بجوز الهند مثل مو واضح، كتير بيتغطوا بسهولة. بكفي تمرري كرات التمر على جوز الهند وبيمشي الحال. والنصف الثاني رح غطيه بالشوكولا. حطي معلقة كبيرة زيت نباتي لكوب شوكولا تقريبا، ودوبيه بالمايكروويف 25 ثانية على مراحل لحتى يدوب ويصير قوامه بهالشكل. بالشوكة نزلي كرة بقلب الشوكولا وغطيها من كل الجوانب. بعد احمليها وهزيها بلطف لينزل منها كل الزوايد من الشوكولا، ونزليها على ورق زبدة وتركيها لتبرد تماما وتجمد. استمتعي بهالتحلاية الخفيفة والصحية واللذيذة بأوقات رمضان مع البانر أو الشعار الرمضاني يلي عملناه سوا. بتمنى تكونوا حبيتوا فيديو اليوم. لا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك للقناة. بشوفكن الأسبوع الجاي بفيديو جديد إن شاء الله. باي باي.